الطاس تراسل الكاف وتطلب توضيحات بخصوص الخريطة الوهمية. هذه هي آخر المستجدات في هذه القضية. ياسين معلومي، هل أعاد لنا الأمل نوعا ما مراسلة الطاس للكاف؟ هل نستطيع القول بأنه القضية في الطريق الصحيح للفوز بها من الجانب الجزائري؟ شوف، للفوز الواحد ما ينجمش يبدا واسمه يحكم المنظر. نظن كيما في لا ليغ تاعنا هنايا مثلا تكون اي حادثه يقول لك بور كومبليمون دانفورماسيون. اليوم الاتحاد الجزائري لكرة القدم هو اللي تقدم اسمه بالشكوى. اليوم المحكمة الرياضية مجبرة باش تطلب توضيحات من الاتحاد الافريقي لكرة القدم ومن الجامعة المغربية لكرة القدم وتقديم الوثائق اللازمة، خاصة في النقطة انه اسمه الأقمصة بالخريطة الوهمية. لما نقولوا الخريطة الوهمية هو انه في القوانين تاع الفيفا وتاع الكاف وتاع الميثاق الاولمبي وكذا ما كاش اي حاجه، اي قميص واسمه يعني معناها يكون فيه نزعه دينيه او سياسيه او نظن انه اليوم معناها كما يقول لك الملف واسمه مفتوح. اتحاد العاصمه باتخاذها هذا القرار أنا نظن هي صائبة من جهة ثانية الاتحاد الجزائري لكرة القدم وضع كل الإمكانيات للدفاع عن القضية. أنا نقول لك المحكمة الرياضية ما عندهاش قال مثلا واسمه تميل هذا ولا تميل هذا، هي عندها قضية تعالجها. أنا نقول لك ربما بداية الانفراج هو ممكن جدا تلعب بالنهائي وممكن، ولكن المحكمة الرياضية تنجم تلغي القرار في كل وقت. اسمه اذا شاف يحكم عنده واحد 5 سنين ولا رائد القبه كان سقط هنا في البطوله تاعنا، المحكمه الرياضيه عاودت دمجاته في المحترف الاول، يعني قراراتها رجعيه باثر رجعي باثر رجعي حتى لو يلعب بالنهائي يلعب بالنهائي ويديه الزمالك ولا يديه اللي يحب. المحكمة الرياضية عندها الحق باش تلغي أي قرار في كل وقت. في كل وقت تنجم تلغي قرار. أنت قلت لك صارت هنا في البطولة تاعنا، صارت البطولة تاعنا رائد ماشي سقطوا، صعدوا القسم الوطني. كانت قضية ما بين اتحاد الحراش ورائد القبة. والقبة قدمت شكوى في بداية الموسم وقعدت القضية تمشي حتى نهاية المرحلة الأولى لا ليغ، وخرج القرار باللي لازم تصعد القبة وعاودوا صعدوها وزادوها فريق 18 وزاد 19 ولا عاد دائما كان ليكزون ايكيب ما تلعبش ورايحه ولا تلعبت كل يومين يلعبوا مباراة. هذا اللي أثر على رايد القبة ونزل للدرجة الثانية، وكان طلبت منها الاتحادية باش يعني ما يعني فيه امل. شوف باش نزيد على ياسين، التوضيحات هي السند القانوني طبعا. هي لو 21 افريل لما نزل القرار من عند ما يسمى باللجنه، ثلاث اشخاص ما يمثلوش اللجنه على كل حال، وهما اللي خذوا القرار بدون سند قانوني. اليوم الطاس المحكمة الرياضية تطلب من لا كونفدراسيون افريكان توضيحات اعطونا السند القانوني اللي خليته الفريق هذا يلعب بقميص فيه خريطة وهمية. إلا ما عندكم السند القانوني يعني اصبح قرار تعسفي. نظن هذه هي، وهذه الورطة اللي طاحت فيها لا كونفدراسيون افريكان دو فوتبول، انها تعجلت بعد ضغوط معروفة من جماعة المخزن، دارت عليهم الضغط هذاك داروا ليكري الحق للجزائر المباراه ما تلعبتش، المباراه الثانيه واضح انها ما كانش تلعب. اليوم راهم في ولحد الان سعيد كناوي مما يدل على تخبط الكاف داخلها بسبب هذه القضيه. راها في ورطه اليوم لحد الان. ياسين معلومي، الكاف لم تعلن لا عن مباراه النهائي ولم تروج لا للمباراه النهائيه لا من الجانب المصري ولا للجانب المغربي، وهذا يدل على انها في ورطه حقيقيه. عبد الحكيم لكن كان واحد النقطه نضيفها. اسمح لي ابراهيم، اسمح لي حكيم. معليش هي الاجال. احنا لازم الاجال، لان فيه اجال 10 ايام 21 يوم، فيه بعض الاجال هذه اللي راح تزيد تلعب عليه لا كونفدراسيون افريكان. بقات لها هذا الخيط هذا تلعب عليه. نظن باللي انا حسب رايي انه القضيه خلاص يعني ما فيهاش القضيه راح تكتسب من طرف اتحاد العاصمه. كيف راح يكون الحل؟ تعرفها، خليها عند المسؤولين.
كاين لو فون لا فورم متفقين عليها. هنا لا فورم تاع الطعن تاعنا مقبوله، قبلونا طعن لان كان في لي ديلي وكان في امور قانونيه. مانتونو لو فون المضمون تاع الملف تاعنا هنا وين نتكلموا، هنا وين نقدروا نبداو نشوفوا الامور القانونيه كما كنت تقول. من الجانب القانوني اتحاد العاصمه سيسترجع حقه من الجانب القانوني. اما وش شفت انا في لا ليتر هذه، سمعت 3 مي الور كو انا واش قريت بوندون لو موا دو مي، في شهر مي الرد تاعكم يكون في شهر مي بور لا بروغراماسيون. واش عندي انا معلومات باللي داروا لا فينال لو 12 لو 19 دونك خرجوا التواريخ تاعنا النهائي لو 12 مي ولو 19. درك تقول لي الاثر الرجعي كنت راني جايك ليها باسكو ان قضيه وطنيه ما بين اتحاد الحراش وراي تقبه. هنا كوش راهو صار دوك سي لي كوبا هذو، لان القضيه مسيسه. كاين ان سلوغون بوليتيك سور ان مايو، شعار سياسي واضحه. شكون اللي بداه؟ الفريق نهضة بركان هما اللي بداوه. تسمى لالجيريا يتي فيكتيم، ضحيه السطو هذا الفريق هذا على القوانين اللي تسير كره القدم سواء او نيفو تاع الفيدراسيون انترناسيونال فوتبول ولا الكاف. اذا من الاصل ان اتحاد العاصمه رايح كيما كل واحد واش رانا نتصوروا، مباراه في ملعب محايد مباراه. ولكن لو هذه التوضيحات ما تجيش حتى بعد اجراء النهائي ذهاب واياب، نظن ما راحش يرجعوا لنا في مباراه تاع يولي يعاود تفوز الزمالك يصبحوا فانكور دو لا كاف، يفرحوا الى اخره. واش كيف تكون لا سوليسيون تاعهم؟ يعني عبد الحكيم سرار تقول لتوضيح الامور انه رد الطاس يجب ان يكون قبل النهائي. يعطيك بيان سور سي تري امبورطون لازم يرجع افون لو 12 مي. قال طبق القانون، لا رانا في حقنا، اعطينا حقنا. ماناش في حقنا اخويا، معليش سي نخسر المباراه. ليسونسيال تخرج لا تيت اوت. هذا اللي قلت لك على الاجال، لازم تقوم بسرعه لان الامور واضحه. الاجال انا قلت لكم داروا لي داتا بارامون، نقدر نكون خطا باللي لو 12 لو 19 دون لو فوني معاك. شوف دون تو لي كا، شوف هاني معاك دون تو لي كا يا سيدي، وجاونا بعد لو 12 ولا بعد لو 19 احنا القضيه ربحنا فيها انه الفرق المغربيه هذه تنسى هذه الخريطه الوهميه والمشكل خلاص نحل. احنا خايفين انه لو كسبوا القضيه من بعد عندنا مباريات وخلاص صابوا الفتحه، وعندنا كره اليد وعندنا كره السله وعندنا هكذا بهذه الطريقه ياسين معلومي كل الانديه في هذا البلد بدايه من شهر اوت يروحوا يديروا اقمصه، وهذه اللجنه شبه لجنه كما سماها سعيد كناوي ستصادق على كل الاقمصه للانديه المغربيه، وانت تواجه نادي مغربي يحصل ما حصل لاتحاد الجزائر. ولكن هذه الخريطه الوهميه من المستحيلات السبع باش ديرها مع الاتحاد الدولي لكره القدم اليوم، لانه علاه هما اليوم الجامعه المغربيه لكره القدم ومعروفه والناس كاع تعرفها، راهي كما يقول لك دارت كما يقول لك واسمه اختطفت، هذا واسمه هذه دائما نقول لك هذه المقوله، خلاص الكاف راه مختطفه. وهذا اليوم رئيس الاتحاد والاتحاد الافريقي والاعضاء تاعهم كلهم مختطفين. انا الحاجه اللي دائما نقولها على رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم، اي بلاد يروح لها يقول لك هذا احسن بلد في افريقيا، احسن بلد. انتم تنجموا تنوض اليوم واسمه الجزائر تنجم واسمه تنظم كاس العالم، يروح ليبيا تنجم تنظم كاس العالم، يروح للبلاد، كل بلاد يقولها هكذا. ولكن هو راه هو مختطف من الجامعه المغربيه لكره القدم، وكل القرارات تاعو انا متاكد انه كل القرارات تاعو من قبل ما يديرها، لانه اليوم القرارات تنزل تاع اتحاد العاصمه وهو متواجد واسمه في المغرب، هو متواجد، كان حتى رئيس الفيفا متواجد واسمه في المغرب، لانه اليوم هذه القرارات مش شفافه، قانون واضح. هم اللي كنت تلاعب انت كاش نهار لعبت انت قولوا في المنتخب الوطني ولا في النادي تاعك، يعني هنا بشعار واسمه بوتريكا في 2008 ياك دائما واسمه نقولوها فد القميص تاعو عطاو له واسمه عقوبه. هاي الصورة ياسين معلومي، وللإشارة فقط هذه الصورة عندما رفع محمد أبو تريكة في كأس أمم إفريقيا سنة 2008 هذا الشعار كلنا غزة،
هنا تدخلت الاتحادية الدولية لكرة القدم ووضعت قوانين. يعني هناك من يقول بأنه الكاف مستقلة بقوانينها، لا، الكاف عندها قوانين تابعة من القوانين الرئيسية والأم للاتحادية الدولية لكرة القدم. إذا كان الاتحادية الدولية لكرة القدم رفضت شعار كلنا غزة، والاتحاد الإفريقي ياسين معلومي في نهائي كأس الكاف سنة 2021 بين الرجاء البيضاوي وشبيبة القبائل، عندما راسل الرجاء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بنزع شعار بالأمازيغية المدسر رغم أنها لغة رسمية. بارك الله فيك. وحتى في المغرب ونزع ذلك الشعار. الاتحاد الإفريقي منح الحق للفريق المغربي. كيف بالله عليكم أن يقبل شعار في خريطة وهمية في بلد أو منطقة متنازع عليها بالنسبة للفيفا، والأمور واضحة في إفريقيا بأن الصحراء الغربية يعني محتلة من المغرب، ونظام المخزن يفعل العكس في هذه القضية؟ كيف يعقل؟ الفيفا كانت تتدخل. الفيفا تعرف وين تتدخل؟ لو المغرب وإحنا كنا نمشوا معها، نمشوا الشعب الجزائري يمشي معها، لو دار خريطة فيها سبتة ومليلة، يعني قيس إسبانيا، هنا قيس دول قراب من الفيفا، ولكن لما يتكلم على الصحراء الغربية صبحت يعني وكأنه ما يهمش. حتى الفيفا يا سعيد يا كناوي عندما وضعت خريطة المغرب، بما أنه سينظم كأس العالم 2030، وضعت خريطة المغرب فقط دون الخريطة الوهمية. هذا هو السؤال اللي حبيت نطرحه لك. في الأمم المتحدة، الخريطة الموجودة في الأمم المتحدة هل فيها الصحراء الغربية؟ لا. خلاص هنا تحبس، هنا البروبليم. لكن ما كانش اللوبينغ هذه وتاع كي راح تظلم وراح تدير قرار تعسفي، اتحاد العاصمة تسترجع حقوقها. فيش ما فيهاش اجتهاد، يا با جوريسبريدونس، ماكش راح تجتهد في مادة قانونية وراح نفسروها. كاين خريطة تاع بلاد أضافت طرف يراو متنازع عليه منذ 50 سنة والناس كل واقفة عليه، والأمم المتحدة مازال ما اعترفتش به، وبالتالي لو كان ما يكونش فيها اللوبينغ هذا، اتحاد العاصمة يعاود المقابلة وربما راح يفوز بكأس افريقيا للمرة الثانية. هذه كرة قدم، لأن هذا ابتزاز وأمر بسيط، يعني كرة قدم، يعني ما نوصلوش لهذا الأمور. تجي تلعب مباراة في الجزائر، تجيب ألبسة رياضية تلعب مباراة تاعك واللي يكون أقوى هو اللي يفوز بالمباراة، أما تجي تتخبى. هذه أشياء مدسوسة وراح نخسروا، حتى ونخسروا احنا قضية هذه المرة راح نربحوا سياسيا، نخسروا سي البلان سبورتيف، مي بوليتيكمون تو نامبوز با لا لوا تاعك البلاد، تجيب لها خريطة مفتعلة وتجي تحطها لنا قدام 70,000 متفرج وحنا نتفرجوا فيه، نخسروا المباراة. الموضوع تعدى اتحاد العاصمة، تعداها بكثير. الموضوع أصبح موضوع وطني جزائري، شوف، متعلق بسيادة وطنية وبكرامة الشعب. شوف سعيد، هذا هو لما جاء وفد تاع النهضة بركان إلى الجزائر تم استقبالهم يعني بطريقة نقول لك حاجة أكثر من جيدة. وضعوهم في فندق هايل، لي زونطرينمون كيما شوف نقول لك حاجة، حتى اللاعبين كل الفرق شوف يعني هنا نشوفوا يا واسمه في الصور، أعطيني شوف هام اللاعبين قصروها وسيدي تليفوني. لما عادوا للمغرب أنا سمعت، أنا قريت حوار تاع نظن حارس المرمى واحد اللاعبين قال له مضايقات، اعطيني ياك هذه الصوره داوها لك، اعطيني وراهي واسمه المضايقات. احنا اتحاد العاصمه لما عاودوا ولاو ما قالوا لا داروا لنا لا مضايقات لا والو، ولكن علاش هذه الكذب؟ احنا شفنا، ولكن هما ما تكلموش، ولكن احنا شفنا اتحاد العاصمه داخلين جابوا لهم جماعه يعطيوا بعض الاشاعات السياسيه. هذه هذا ماهوش استقبال. وحتى مالغري توسا واتحاد العاصمه جاوا وما تكلموش ولا قالوا كلمه. احنا ما لحقناش لهذاك لاباساس هذيك، هذاك الانحطاط الاخلاقي باش نعاملوهم بالطريقه اللي هما عاملونا بها. شوف هي وكل الفرق الجزائريه، شوف كل الفرق الجزائريه وكل مره يجوا يلعبوا في الجزائر ما كانش واحد يتكلم قال ما عطاوناش فندق مليح ولا ما استقبلوناش ولا كذا ولا. يعني هذه من طبيعه الجزائريين، الضيف لما يجي نستقبلوه بحفاوه ونستقبلوه ما يسمى بالدبلوماسيه الرياضيه. هذه موجوده عندنا من زمان. او حكيمي تيموني لعب في لو بلو نيفو، دونك هذه طبيعنا. ولكن ماهيش جديده عند جيراننا في المخزن. كل مره يلزم يصيبوا لنا يعني
مكان وين يضربونا فيه، لان عارفين بالاتحاد العاصمه راح يقصي نهضه بركان كما دارها العام اللي فات مع الفرق المغربيه. دونك يفو تروفي كيك شوز باش نحطموا هذا الفريق، ولكن عمرهم لا تصوروا انه بالطريقه هذه راح يدوروا الشعب، والشعب هذا راح يتلف حول الدوله نتاعو ويجي ضد هما سيسوا الامر، احنا سيسناه اكثر منهم. شوف نقول ويخسروا في الامر وعارفين بالخساره. سعيد نقول لك حاجه، انا شوف انا رحت للقصبه، رحت اسمه سوسطارات، درت وقصت مع لي سيبورتور تاع الاتحاد اسمه العاصمه. بالك غاضهم الحال كي ما لعبوش، يقول لك حنا ندو لو تيب عادي واسمه سيبورتور. انا سيبورتور قال لي كلير نتي بريسي، قال لي انا القرار اللي تاخذه الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه انا معاه، حتى ويضر النادي تاعي. انا كان ماذا بيا نلعبوا في سانجي ونربحوه وندو لاكوب ولا نزيدوا نلعبوا مع الاهلي، ولكن كيلكو سوا لا ديسيزيون اللي تديها الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه احنا معاه. صحيح. عبد الحكيم سرار، تعامل الاتحاد الجزائري لكرة القدم بقيادة الرئيس وليد صادي تنقل إلى لوزان من أجل الحديث مع المحامين وأمور أخرى إدارية تخص هذا الموضوع. وش رأيك في تعامل الاتحادية؟ نظن الاتحادية الجزائرية في شخص وليد صادي لم يقصروا، هما جزء لا يتجزأ من القرار تاع كل الشعب الجزائري. وقالها وليد صادي في تصريحات حتى لقناة الشروق، قال سنقف مع اتحاد الجزائر في هذه القضية، وهذا ما فعله يعني منذ ظهور هذه القضية. يعني لفات اللي سافر لوزان معناتها هو مامن بالقضية، ما يروحش يسافر هكذا من أجل السفر، والأمين العام مامن بالقضية بأن اتحاد العاصمة في الحق تاعو. ورغم هذا يعني أنا باش ما نكونش الإنسان متشائم، يعني انتصرنا في القضية مهما يكون كلكو، باش ما نروحوش الغرور، لأن فيها امور ثاني يقدروا يفاجئونا بقرارات من عندهم، باش الانسان يبقى دائما واقف مهما يكون. هو القرار خذيناه، ما لعبناش معكم الي وروتور ولم نعترف بهذه الخريطه، حتى وتفوز بالمباراه وتفوز بكاس افريقيا ماشي مشكل. بيت القصيد هو اننا انتصرنا، يعني حتى الكاف حتى الاتحاد الدولي تاريخ الجزائر المره عندها مام با يوناني، واتحاد العاصمه فاز بكاس الكاف وفاز بكأس السوبر. يعني ما راناش جيعانين ان بوان وين قال انا مشتاقين اللقب هذا اللي كنا ننتظروا فيه 40 سنه ولاول مره وصلنا للنصف النهائي الحمد لله. اذن القرار الاول والاخير يعني انتهى، يعني رجعوا لنا حقنا، تعاودت المباراة مرحبا. إذا يعني خذاو نفس القرار هذا تاع نتيجة 3-0 كو فو لو بيبل اون كونتينيو ترافايي، وتبقى الحياة وتبقى وصمة عار، وتبقى دائما المرة الجاية لو كان نتلاقاو مع فريق ما نلعبوش ويجيب من الخريطة نزيدوا ونعطيو لهم مباراة، ما كاينش مشكل. هذا ما كان وصلنا له. لماذا وصلت الأمور لهذه الدرجة من التسيب في الاتحاد الافريقي لكرة القدم سرار؟ لماذا وصلنا لدرجة انه لا يوجد اي جزائري في المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم؟ هذه من 2017 فو بيان ديتيرميني لا دات اكزاكت. 2017 هي من 2010 2016 17 كان عندنا مكانتنا نوعا ما. في المرحلة هذيك ما خدمناش كوم يلفو، ما غرسناش بلايص لماذا؟ تقول لي لماذا؟ هذا امر اخر. ما خلينا حتى واحد كي مشى الحاج روروا لو 17 من بعد لو كوميكس هذاك ما عندنا حتى الجيريا اون 2017 الكوميتي اكزيكتيف ما في حتى واحد من الجزائر. وزيد بعدها لماذا عندما غادر روروا سنة 2017 ما كان عندنا أي شخص آخر في المكتب التنفيذي؟ لم نضع أسسا من أجل أن نكون حاضرين حتى برحيل روروا، حتى اللي يجي بعد روروا ويرحل يكون لي يا الأخ يخلفوا. تحب تنظم كأس العالم في الجزائر مثلا، تبدأ تخطط من اليوم إن شاء الله حتى 2035 ولا 40 تبدأ تخطط لها. احنا في الوقت هذاك ما استثمرناش، on n'a pas fait des investissements كما يقول في الاتحاد الافريقي وين نخليو رجالنا وين نقدروا تكون عندنا الكلمه تاعنا فيد. احنا لقيناها فرغانه. انا نزيد نعطيك واحد باش تقيس الغياب تاع في الهياكل الدوليه ولا تاع الكاف. علاه لي زافير تاع او نيفو دو لا فيفا كنا نخسرهم. بوركوا؟ اي جوار يشكي بالجزائر يربح، مدرب يشكي يربح، كلهم الوغ كو ترفد. حنايا لا لوا فينونس تاعنا تحكم باللي لاعب ولا مدرب يدي الصافي
الدراهم تاعو النات بصح تديكلاريه في لو كونترا اوبليغاتوار، ديكلاريه من عند لا فيديراسيون، ديكلاري البروت. حنا نخلصوا دوك تخلص انت في هنا في لي سيرفيس فيسكال تاعك عند الضرائب تدفع وتزيد تدفع للاعب الدراهم كامل بالضرائب تاعهم، تخلص دوبلومون. عمرنا ما مشينا ورحنا للفيفا وطرحنا لهم قانون الماليه للجزائر، قال احنا كيف نتعامل، شاك ايطا كل دوله وعندها النظام المالي تاعها. احنا لليوم ما زلنا خاسرين، خسرنا اون 2017 اون ابليك، زاد لي 3 زاني الاخرين هذو اللي يجي 3 بريزيدون براتيكمون في الانترفال تاع ميم با اون اني، بدل واللي يجي ينحي لي راه كان في لافريك. واش عاد دير سي فو ريفوار لو سيستم. هل ترى عبد الحكيم صرار بانه المصالح الشخصيه هي السبب؟ شخصيه ولا ما عندهم حتى انتيري شخصيه؟ نو سي لونجاجمون دو باتريوت تاع واحد اللي عنده وطني، يحب بلاده، يحب منا. رايح انا موش ابخي موا سي الديلوج. بارك الله فيك. انا رايح خلي ياسين صحيح معايا، ماشي انا راني رايح او لازم نشك فيه ياسين هذا نزيد نطردقو يروح ثاني معايا. ارض المحروق يعطيك الصحة. با فير لا بوليتيك دو لا تربيلي هذه اللي مشينا بها في الجزائر، وصلنا الى مرحله وين عاد ما عندنا حتى واحد، حتى وصلنا غير خبر برك قال اليوم رايحين يجمعوا، ما كانش ريان دي تو. اي بار كونسيكون نوصلوا لمرحله وين نعودوا نبحثوا على المعلومه. قفلوا لنا على المباراه الاخيره في مباراه العوده وين ما لقيناش لي زانفورماسيون ماتش على قداش قفلوا، ما كانش، ما لقيناش ان الجيريا اللي عيط لنا وقلنا وصرا باسكو اوني ابسون. وبالتالي فو ريفوار تو سا، ولازم الناس تولي تحب بعضها. الجيري اي تي توي بار دي الجيريان، هي اللي قتلتنا او نيفو دو لا كاف. لازم الناس تتفطن وبركونا من النزاعات هذه. من الاحسن الناس تقرب اليوم نخسروا مباراه ما كاينش مشكل، مي نوقفوا في كل مره هذه الوقفه، نوقفوا مع بعض. فو با نولي انا نتيري منه ياسين يتيري من، لازم اون دوا تيري دون لو ميم سانس، نمشيو في نفس القضيه. رايحين ننجحوا رايحين نرجعوا، لان التاريخ كما يعيد نفسه في كل مره. تبقى الجزائر دائما قوه، خاصة رياضيا معروفة بلي l'Algérie لا كاف سون l'Algérie ني ريان دي تو. لازم لا فيديراسيون الجيريان دو فوتبول من درك يبداو يحضروا في لي زيليكسيون اللي جايين تحضير لهذه الفيدراليات تاع افريقيا، ويجدر واحد من دوك الهدف راك شفتوا بلي سي نوتر ابسونس كي في كو اون دوت في لو ريزلتا فينال دو تاس. لحقنا ولينا نشكوا في القرار الاخير كيف، حتى ان القانون معنا، القوانين كلها معنا. مع هذا غياب الرجال تاعنا الداخل على الانتيريور جعلنا نوعا ما نكونوا ما نقولكش متشائمين، ولكن ما عندناش الشجاعه والجرأه هذيك باش نقولوا نفوزوا رسميا بلا. دونك il faut revoir ça. والناس اللي راهم في او نيفو دو لا فيديراسيون الجيريان دو فوتبول يعاونوا وليد صادي ويشوفوا لا بوليتيك نيسيسير سور لو بلان ديبلوماتيك، كيفاش نديروا سياسيين باش نكونوا حاضرين وبقوه. إذا اقتضت الذكاء إذا اقتضت المال، إذا اقتضت المكر، كل شيء لازم نكونوا حاضرين. صح. تفضل ياسين. إنه لو تجي مثلا على الأقل في السنتين الأخيرتين، لو تجي مثلا من حيث الإمكانيات ولا من حيث المرافق الرياضية، اليوم ولاو عندنا دي ستاد كوم، عاود عندنا 2 3 4 ستاد عندك باش ديرين كومبيتيسيون اسمو كبيرة، عندك كلش. ولكن الناس اللي جيراو اسمو الفوتبول موا كيما قال الحكوم من 2017 حتى لهنا ولا محفوظ قلباج الله يرحمه. انا دائما نعاودها هذه، انا قال لي مش قالها لنا في استوديو مع بلال كباش، كان معنا في حصه، قال لي ناس من الجزائر بعثوا ورقه للاتحاد الافريقي لكره القدم، قال لهم هذا الشخص لازم اسمه تنحيوه اقصاء. ومن بعد جاوا موراه زادوا اقصاوا الناس موجودين. اليوم انا علاش نقصي واحد جزائري موجود في هيئه قاريه؟ اليوم هذا من جهه ثانيه، حتى الناس اللي كانوا موجودين كسوا عمي محمد مشراره ولا روراوه ولا اي واحد، على الاقل الاستشاره، على الاقل الناس هذو على الاقل الاستشاره يمدوا لك دي دوني، يعاونوك، جيبهم معاك، جيبهم كذا. احنا دائما اللي يجي يحب يدير يقول لك انا هو سياسه الارض المحروقه، انا نحي اللي جا نحي كذا. اليوم انا شفت نظن البارح ولا البارح اسمه في البرلمان داروا على الدبلوماسيه الرياضيه، بصح ماشي غير نهضروا دبلوماسيه رياضيه، نعم دبلوماسيه رياضيه نقعدوا واسمه 16 ساعه وحنا نهضروا، ولكن لازم نهبطوا للواقع. اليوم لازم الاتحاد الجزائري لكره القدم واللجنه الاولمبيه والاتحاديات كاع
لازم يتحركوا او موان بور بلاسي دي جون تاعنا. لو نقول لك اليوم عندنا واقيل 3 ولا 4 بكا اسمه في لاكاف، ما عندناش دي كوميسيون ماشي اليوم لازم نولوا كيما يقول لك للمكتب التنفيذي. كاين دي بلاص يا دي سوليسيون لازم. وانا نقول لك حاجه باش تولي لازم تتحالف، لازم تحالفات. ماشي انت اليوم اسمه تقعد في الضوء وتقول انا غدوه واسمه نطلع. لازم واليوم هذا النظام الموجود في الاتحاد الافريقي لكرة القدم خاصه اسمه موتسيبي واسمع تاعو، النظام هذا لازم يسقط كيما سقط النظام اللي مقبل منه تاع احمد واللي مقبل منه تاع عيسى حياته. اليوم حنا هذا النظام هو اللي راه اسمه ضد الجزائر. واليوم انا نقول لك حاجه، انا نعطيك معلومه انه لما كان الحاج محمد راهو في الاتحاد الافريقي والدولي من 2004 نظن هو متواجد الى 2017، الجامعه المغربيه لكره القدم وعلى راسها فوزي القجع عملوا المستحيل باش يزيحوا الجزائري، عملوا المستحيل، اموال ملايين الدولارات دفعوها باش ينحوا الجزائري من الهيئه القاريه والدوليه. هما خلصوا دراهم باش ينحوا، اليوم هما راهم يسيطروا. كي ديتيان انفورماسيون ديتيان لو بوفوار. هما اليوم عندهم في كل اللجان عندهم 1 2. حنا ما عندكش، وحنا اللي يجي يزيد يحارب واسمه وليد بلاده. ونزيد انا نشوف الخطر. انا نقول لك حتى التحكيم تاعنا، التحكيم كو سوا مصطفى غربال ولا بن براهم ولا راح يوجدوا صعوبات في المستقبل، لانك ما كاش اللي يدافع عليك انت. مصطفى غربال احسن حكم في افريقيا في كاس افريقيا الاخيره، دخل في الكار دو فينال دخل الجزائر، ما دار لا دومي لا لا فينال. اي بورتون سي لو ميور اربيت في لافريك. واليوم دومي فينال تاع لا كوب دافريك هو اسمه هما كاشو، ان شاء الله ما ينساوش شو اسمه في الفينال. ولكن اليوم انت ما عندكش اللي حامي عليك، حتى لجنه التحكيم ماهيش معاك، ما عندكش اللي حامي عليك، ما عندكش اللي يدافع. اليوم حنا رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم لازم يبداو سياسه جديده، تبدا منا لا دبلوماسي سبورتيف، تبدا من تحالفات، لازم تجيب الناس واسمو لبلادك، لازم تعاون، لازم تدير، لازم كذا تفتح واسمو الابواب. حنا هاوليك واش ما عندناش. لما يجي جزائري يراسل هيئه قاريه ويقول لهم نحوا واسمو حكم ولا نحوا فلان ولا نحوا فلان، ولينا على الاقل في لي كوب دافريك واسمو هذول الاخرين لا كونفيدراسيون افريكان دو فوتبول موالفين مثلا يعيطوا ربح ماتجان، نقولوا مثلا هو لي جوند موالفين واسمو يعيطوا له بون بالك هذا الخطره يعيطوا له وما راحش ولا ميديا اون ابسونس. لوجيكمون حنا دينا كوب دافريك 90 افيك اون جينيراسيون، دينا كوب دافريك 2019 افيك اون نوت جينيراسيون. حنا موجودين في افريقيا كو سوا لي جوا ولا لونترينور ولا موجودين، حنا لازم نكونوا حاضرين في كل المحافل. تشوف مثلا في لي تيراج صوت، مثلا في لي تيراج صوت على كوب دافريك ولا الاخر ما يجيبوش لي زاجيريان باش ما عندكش اللي يدافع عليك، ما عندكش اللي يدافع عليك. ما عندك كل مره نرموا الغلطه على العدو. حنا مشكلين، حنا رانا اون في دي كونستا، راك تتكلم راك اون في دي كونستا، نقولوا هذه هاو الشيء اللي صار. حنا هل الكره نتاعنا اليوم، هل لا فيدراسيون تاعنا راه مهيكله كما ينبغي؟ لا. هل سياسه او استراتيجيه في تطوير كره القدم موجوده على سلطه؟ سيتون كيما نديرون 76 بور لا ريفورم سبورتيف، قال اليوم لازم نديروا سياسه تنمويه لكره القدم واستراتيجيه لتسيير كره القدم، مش موجوده. اصبحنا تحت سلطه اشخاص، جاء اكس، جاء فلان، جاء ياسين، جاء عمر، جاء كذا، ويفرض علينا سياسته، حتى في البيرو فيدرال. نعطيك مثال بسيط، ماكش راح نقولوا على كل حال، مثال بسيط. المشكل نتاع اليوم هذا، لو كان عندنا لجنه لمتابعه كره القدم، كل ما يجرى في البطوله الافريقيه او في الانديه الافريقيه، كنا المشكل هذا نعرفوه قبل، ممكن نطلعوا له قبل ما نلحقوا للوضع اللي لحقنا له. صحيح ولا لا؟ اليوم التضاربات هذه، صفي حسابك مع فلان ما لازمش ينجح، وهذاك صفي حسابك مع فلان ما لازمش ينجح. شكون اللي راه يدفع في الثمن؟ اللي راه يدفع في الثمن هي الكره الجزائريه. اليوم لحقنا في هذا المشكل. واحده. ثانيا، لازم يا اخي اللي يغلط يخلص. تكلم لي 2017 وتقول لي 2014 و2012 المتسببين لازم يخلصوا. كانت في تاريخ الجزائر كانت هذه هي اللي جعلتنا ننجح، جعلتنا نكونوا كل مره في القمه. وانا كل مره نتكلم، اخر مره شفت سطيف شباب الوزداد في ملعب 5 جويلية، قسما بالله
نشوف في المباراه واش يجي في راسي، يجي في بالي لا جينيراسيون تاعهم. هذه هي سطيف، هذه كره القدم، هذا هو المستوى. صح. يعني نزلنا لواحد المستوى، يعني ما نقدرش مستوى ضعيف جدا. على هذا السبب اللي نقول هو خروج الفريق الوطني في كاس افريقيا الاخير، لازم هيكله، ممنوع الفار على الفريق الوطني، لازم الهيكله ثم الهيكله نروحوا صح، ونبداوها بالفعل.